اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله على طشة التومة بالكزبرة زي الملوخية على صينية البطاطس أم فراخ. بتوديها في مكان تاني، جربيها وهتدعي لي دعوة حلوة من قلبك. بجد بتبقى تحفة. لما في الآخر كده بعد ما تستوي اعملي لها طشة زي الملوخية وانزلي بيها عليها. مش قادرة أقولك على طعمها وريحتها، بتبصوا توديها في مكان تاني، بتبقى في منتهى الجمال. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف صينية الفراخ بالبطاطس دي اتعملت ازاي، كلها ني في ني ودخلت الفرن. هنا عندي شوية بصل من اللي انا كنت مفرزاهم معاكم وحطيتهم، وترمي عليهم شوية بهارات، فلفل اسود وكمون 7 بهارات وكزبرة وشوية ملح وشوية ماجي. انزلي بيهم كلهم اهو. وبعد كده على ايه، على البصل، يعني بتاع مقدار بصلايه كده مطحونه مفرومه خالص، وحبه ايه، كركم، ومعلقه صلصه، ودهني كل دوت الخلطبيطه دي ببعض كده اهو يا ست البنات. هتدعيني لو عملت صينيه البطاطس بالفراخ زي دي كده وني في ني ودخليها الفرن وانسي، اتحداكي في الطعم والريحه بتبقى حكايه. هنا جبت الفراخ ورحت ايه مبهراها بالخلطه الجميله اللي انا عملتها دي. طيب هركن بقى الفراخ بتاعتي على جنب. انا بصوا، طبعا فراخي غسلتها كويس جدا وفتحتها واخلطيها بالخلطه دي كده اهو التتبيله الجميله دي. وخلصي بقى كل دوت اهو، اخر واحده هعملها كمان. وبعد كده هقولك بقى يا ست البنات هتعملي ايه. طبعا انا غاسله البطاطس بتاعتي وخدت بقى ايه، حبه البطاطس مع حبه التتبيله اللي نزلت واخلطيهم في قلب بعض كده عليهم، اللي هي البصلايه المطحونه بالتتبيله بتاعت الفراخ ديت. وانزلي بقى دعك فيهم كده اهو. عايزه اقولك الصينيه دي كانت بوم، كانت بصي في القلب كده. وهنا بقى بصل حلقات وفلفل الوان وطماطميه، وانزلي بيهم عليها كده اهو يا ست البنات. وروحي مقلبه كل الخلطبيطه دي في بعض اهو، مع شويه البصل المتبل اللي دعكنا بيهم الفراخ. بعد كده يا زوزو هتعملي ايه، بصي يا قلب زوزة، هجيب بقى الفراخ بتاعتي ارصها كده اهو واروح كمراها بورقة فويل، والفرن بتاعي والي على درجة حرارة 180، وادخلها الفرن وهي مكمورة كده اهو. تستوي بقى الفراخ مع البطاطس مع كله، بس انا كنت مخليه شوية خضار على الوش كده اهو، ارميهم اهو، فلفل الوان وطماطم وبصل، وانزلي بيهم على وش الايه، الفراخ والبطاطس كده اهو. طب انت ما حطيتيش سمنه ولا زيت يا زوزو؟ انا كنت ناسيه خالص السمنه والزيت، بس هتحطي معلقه من ده ومعلقه من ده يا ست البنات، علشان الزيت بيلمع الحاجه كده اهوت، والسمنه بتديها طعم السمنه البلدي طبعا. طيب بعد كده يا زوزو اهو، حته تومه بقى كده فرفطيها عليها كده اهو، بتوديها في مكان تاني، بتخلي ريحتها مش قادره اقول لك خطيره اهو. احنا بقى ايه، نص الخضار اللي احنا تبلنا بيه البطاطس رشيناه على وش الفراخ كده اهو. وادي بقى معلقه السمنه اهو يا ست القمر انت وهي، معلقتين سمنه بلدي، وترشي حبه زيت كده اهو علشان تبقى الوجبه اكتملت. سهله وبسيطه، مش هتاخد نص ساعه في ايدك. ادعكي الفراخ في بالتتبيله بتاعتها والحبه التتبيله فوجي متعاكي بيهم البطاطس، وانزلي بالخضار فلفل الوان وطماطمايه وبصل حلقات على البطاطس، وسيبي نصهم رصي فراخك وروحي رصه الخضار عليها من الباقي. وهنا بقى ورقه فويل وكمريها كده اهو يا ست البنات. والفرن بتاعي والي على درجه حراره 180. سمعيني الصلاه على الرسول في الكومنتات واللايك الحلو من ايدك الجميله علشان ايه الفيديو يرتفع في المشاهدات. وهنا رحت كمراها ودخليها الفرن. وتعالي يا ست البنات، طلعتها من الفرن بقى، مش قادره اقول لك على الجمال والحلاوه. بصوا القمر. طبعا كده هو انت تعملي ايه، تولعي الشوايه عليها 5 دقايق من فوق بس تحمر وش الفراخ كده اهو، بتبقى خطيره. وكانت الصينيه ديت بص في القلب كده، والله كانت طعمها حلو جدا. بالف هنا وشفا على اللي كل، وبالف هنا وشفا على اللي هيعمل على طريق الزوزو وياكل. ما تنسينيش باللايك والشير يا ست البنات، واوعي تنسي الطشه اللي انت بتحطيها في الايه اللي شفتيها في اول الفيديو. واترككم في رعايه الله وامانه.